الاسم اللي دب الرعب في قلوب أهالي قرية كفر السر في البحيرة بسبب الأحداث المرعبة اللي شافوها أهل القرية. إيه اللي حصل للناس دي ويا ترى شافوا إيه؟ تعالوا نشوف. لكن قبل ما نبتدي طفي النور وبصبعك الصغير انزل على اللايك ويلا بينا نحكي الحكاية. أنا مصطفى محمود ودي حكاوي الدرش. أساطير الريف المصري كتير لكن ما لقيتش أرعب من النداهة، والنهاردة جايب لك قصة موثقة من قلب محافظة البحيرة، قصة قرية كاملة عاشت في الرعب، وده مش بسبب خرافة. في قرية قديمة اسمها قرية كفر السر كان في قانون صارم. القانون كان بيقول إن مفيش مخلوق يقرب من شط الترع بعد صلاة العشاء، وكل أهالي القرية عارفين إن النداهة بتختار ضحاياها بعناية، ودايما النداهة بتختار الرجالة وبتنادي عليهم يا إما بأصوات أزواجهم يا إما بأصوات أمهاتهم. وأول ضحية معانا هو شاب اسمه محمود ده كان عريس جديد ونزل يسقي أرضه بالليل. تاني يوم أهالي القرية لقوا الفاس بتاعة محمود ده عند شط الترعة، فضلوا يدوروا عليه 3 أيام كاملين في المية ومفيش أي أثر لمحمود. وفي اليوم الرابع لقوه قاعد قدام بيته الفجر، بس محمود ما كانش هو محمود. عينه كانت مبرقة وشعره أبيض بالكامل وفقد النطق تماما. بس الحاجة الوحيدة اللي كان بيعملها محمود إنه بيبص للترعة ويشاور على المية وإيديه بتترعش. القرية كلها اترعبت من اللي حصل لمحمود إلا شخص واحد بس اسمه عم صابر، وده الضحية التانية معانا في الحكاية. عم صابر كان راجل بيفكر بالعقل والمنطق، ودايما كان بيقول إن دي خرافات وتخاريف لحد ما جت الليلة المنتظرة. الليلة دي كانت شتاء ورعد وبرق بطريقة غريبة جدا، والشبورة كانت مغطية البيوت تماما. وبالصدفة عم صابر كان راجع متأخر من السوق واضطر انه ياخد طريق الترعة، وفجأة كلاب القرية كلهم سكتوا تماما والجو بقى سكون مرعب، مفيش غير صوت خطوات عم صابر في الطين. ومن وسط الشبورة سمع عم صابر صوت فاطمة مراته. الصوت كان حنين جدا وكان بيقوله تعالى يا صابر هنا أنا مستنياك. عم صابر وقف مكانه وهو متأكد إن فاطمة مراته موجودة في البيت، بس الصوت بدأ يتكرر. فعم صابر قرب من المية في الترعة. عم صابر فجأة حس ببرودة في جسمه وعقله اتلغى تماما، وبدأ يمشي ناحية المية زي المنوم مغناطيسيا. وبالصدفة ومن حسن حظ عم صابر كان في بنت الجيران واقفة اسمها سعاد في شباك بيتهم. سعاد شافت عم صابر بيقرب من حافة الترعة وفي حاجة غريبة ومرعبة بتتحرك في المية، حاجة بيضة وملهاش ملامح وعينيها بتلمع في الضلمة. سعاد بدأت تصرخ وتنادى على عم صابر وتقوله يا عم صابر حاسب، بس هو ما كانش سامع أي صوت في الدنيا غير الصوت اللي بينادي عليه. ومن هنا بدأ عم صابر ينزل رجليه في المية المتلجة وبدأ يتسحب لتحت. سعاد جريت على أبوها الحاج رضوان وجابته وجريوا يلحقوا عم صابر من على شط الترعة. الحاج رضوان رمى حبله في المية
ولفوا على وسط عم صابر. الحاج رضوان فضل يشد بكل قوته، ولكن في قوة تانية بتشد قصاده، والموضوع ده استمر لمدة دقايق. وبعد كده الحاج رضوان قدر يطلع عم صابر من المية، وفعلا الحاج رضوان طلع عم صابر من الترعة وهو بين الحياة والموت. جسمه كان أزرق تماما، وعلى دراعه علامات مرعبة وشكلها غريب، علامات صوابع طويلة جدا وحفرة في لحمه. عم صابر عاش، ولكنه ساب القرية وهاجر، ومحدش بعد كده عرف له طريق. ومن يومها كفر السر معادش حد يقدر يفتح شباكه بعد المغرب، لأنه حسب الأقاويل الناس الموجودة في القرية إن النداهة لسه بتنادي لحد الآن. تفتكروا إيه العلامات اللي كانت على دراع عم صابر؟ وهل دي هلاوس ولا في فعلا كيانات غير بشرية عايشة معانا في المية؟ اكتبولي رأيكم في التعليقات، ولو حد حصل له موقف مشابه يحكوا لنا. وما تنساش اللايك والاشتراك، عشان المرة الجاية ممكن تكون انت موضوع حكايتنا. سيداتي وسادتي، كان معكم الدرش. سلام.